من 4 سنين واحد كلمني وقال لي يا استاذه انا هبيع الشقه بتاعتي واللي هيشتري هيفضل عليه مبلغ مالي، يمضي على اقساط امانه ولا شيك احسن؟ قلت له ولا ده ولا ده، اعمل العقد قسط ولما يسلمك بقيه المبلغ كله او على اقساط او على حسب ما انتم متفقين، كل ما تستلم منه مبلغ امضيله على المبلغ اللي انت استلمته، واوعى تديله عقد نهائي ولا تسلمه الشقه قبل ما تاخد كل فلوسك، حتى لو هيمضيلك على اقساط امانه او شيك. الافضل انك تعمل العقد قسط وبلاش حوار ايصال الامانه او الشيك. من 4 سنين طبعا ما سمعش كلامي وخد على الراجل وصل امانه واداله عقد نهائي وسجل العقد، والراجل راح استلم الشقه وفرشها وقعد فيها وقال له اخبط دماغك في الحيطه. كلمني من يومين بيقول لي يا استاذه انا بقالي 4 سنين اشتكيته بايصال الامانه واخد عليه حكم والحكم قرب يسقط ومش عارف انفذ. انا وقتها فاكره كويس قوي ان انا قلت لك بلاش حوار ايصال الامانه والشيك، اديله عقد تقسيط مش عقد نهائي، عقد تقسيط وما تسلموش الشقه غير لما تاخد كل فلوسك. فزي ما نصحنا الناس وهي بتشتري تاخد بالها من ايه عشان تشتري شقه وما ترميش فلوسها على الارض، لما تيجي تبيع قسط اعمل العقد قسط، اوعى تعمل عقد خالص وانت ما خدتش فلوسك، حتى لو هيمضيلك على اقساط امانه او شيك بنكي. عقدك يبقى عقد تقسيط، ما تسلموش عقد نهائي في ايده ولا تسلموا الشقه قبل ما تستلم كل فلوسك. ناس كتير ما بقاش عندها ضمير، يعني ال4 سنين وقتها الفلوس كانت قيمتها ايه ودلوقتي الفلوس قيمتها ايه؟ يعني الفلوس من 4 سنين كانت قيمتها 4 أضعاف الفلوس دلوقتي. انت بقى استفدت ايه؟ وبيسمعوا كلامي.